أيوة، غنى ورقص وناسة وكل حاجة حلال زلال. أتحدى أي واحد عالم في المملكة العربية السعودية، أتحدى مفتي المملكة آل الشيخ أن يأتي ويقول لي: يا بني، الغناء حرام. يا أخ العرب، إن الرقص والمجون لا يرضي الله، هذا شيء يغضب الله، هذا شيء لا يرضي رسول الله الراقد عندكم. الآن شوفوا بلاد الحرمين. أيوة، ولا أروع. الله 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 على بلاد الحرمين. والله لا ندري نضحك أم نبكي على بلاد الحرمين. هذا ما لم يمر عليهم سوى شهرين مع محمد بن زايد، كيف لا ما يغلقوا سنة؟ كيف يا إخوان الكرام؟ الآن أسئلة واضحة وصريحة أجيبوا عليها يا علماء الحرمين. هل هذا الغناء والرقص والمجون يرضي الله؟ هل هذا الرقص والمجون يرضي رسول الله؟ أنتم تقولون أنكم تحكمون بالكتاب والسنة، هل هذا الكلام من الكتاب والسنة؟ أين جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلاحقوا الناس في الشوارع لأنهم قصوا قصة الأسد؟ ألا يعتبروا هذا منكرا أم أنه حلال زلال؟ ما دام أنه يرضي ولي الأمر فهو حلال عادي. يرضي الله يغضب الله عادي يا آل الشيخ أنتم عبد الرحمن السديس، عادي جدا ما دام يرضي ولي الأمر. المحزن أن هذه الراقصة ترقص وبيدها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا تدنيس للفظ الجلالة ولاسم الله ولاسم رسول الله. إذا كنتم أهلا لهذا الاسم إخواني في المملكة فلتحملوا، أما إذا ستحمله الراقصات وقليلات الأدب فنرجو أن تزيلوا كلمة التوحيد من علمكم وشوفوا لكم علم ثاني حطوه في برج خليفة ولا نخلة ولا أي حاجة، أما هكذا ما ينفعش. وأسفي على بلاد الحرمين.